مساء الخير. باشمهندس محمود، حضرتك سألتني ازاي ان العربية بتقرا العلامات. انا في العربية دلوقتي وهسجلك الفيديو. ازاي العربية تقرا العلامات بتاعت الطريق. احنا اول حاجة هنخش حضرتك على علامة العربية، ندوس عليها. كويس. فبتظهر هنا عندي حاجة اللي هي driving function او ال vehicle setting. انا بدوس حضرتك على ال vehicle setting. اوكي. وبعدين بخش على السيفتي، وبتظهر لي اول حاجه خالص اللي هي اسمها سبيد ريدنج ريكومنديشن. انا حضرتك عاملها اون. لو حضرتك عايز تعرف شرحها ايه، فانا بدوس على الاي، وهي بتبين حضرتك ادي العلامه اهي بتقرا وبتعلم في التابلو اللي قدامك، اللي هي دي العلامه دي حضرتك هنا اهو. لما بتعدي مثلا انت ماشي على سرعه معينه اكتر من السرعه اللي بتقول عليها علامه الطريق هنا، لو معديها هتظهر لك، تعمل لك فلاشنج يعني تطفي وتنور، وتديك انذار هنا اهو. بتقعد تطفي وتنور وتقول لك ان انت معدي الليميت بتاع الطريق. يعني لو حضرتك ماشي على 90 وهي 80 هتديك انذار، هتظهر لك هنا اهو ان المفروض تبقى ماشي على ال 80 مش 90. لما تقرا المؤشر السرعه ماشي اكتر من ال 80 هتديك انذار هنا اهو. بس هي دي فكره ان ازاي تشغل السبيد ريدنج، معموله اون زي ما حضرتك شايف. بتخش حضرتك على السيفتي، نرجع تاني خطوه في العربيه، في الفييكل سيتنج بنخش على السيفتي، وبعدين سبيد ريدنج ريكومنديشن. حضرتك لو معموله اوف حضرتك اعملها اون وهتشتغل بعد كده على طول. بس شكرا ليك.